تمام. يبقى كنت بقول انا لما اضرب رقم في رقم هيطلع لي ايه؟ رقم. لما اضرب مجموعة في مجموعة هيطلع لي مجموعة. طيب، هيطلع لي مجموعة جواها ايه؟ ازواج مرتبة. طب ايه بقى الكلام الكبير ده كله؟ مش الاول افهم الاول ايه هو الزوج المرتب وايه هي المجموعة وايه هو حاصل الضرب اصلا الديكارتي؟ طيب، واحدة واحدة. اول حاجة نرجع بقى من اول خالص كده عشان ايه نبقى فاهمين الاساس بتاع ايه. لما كنا صغيرين شوية قالوا لنا ايه؟ في عندكم خط الاعداد كده، عندك على الصفر كده في النص، وعلى يمينه اعداد موجبة، وعلى شماله ايه؟ عدد سالب. اعداد سالبة، صح؟ تمام. طيب، جه قال لك ايه؟ طب ما في برضو خط اعداد كده ايه؟ رأسي، فوقه اعداد سالبة، فوقه اعداد موجبة، وتحته ايه؟ اعداد سالبة. سالب. كأني خدت البتاع ده وقلبته كده، وقفته بدل ما هو افق خليته رأسي. طيب، وكان بيقول لك ايه؟ انت عندك في حاجة اسمها زوج مرتب. ايه الزوج المرتب ده؟ ده موجود في الإحداثيات س وصاد. يعني ايه؟ يعني نقطة هنا في الإحداثي ده، معنى كده إن فيها س وفيها صاد. تمام. أنا بس في صوت، إن أنا هقفل المايك عشان في صوت عندكم، في صدى صوت تقريبا عندك يا أنس. طيب. طب الزوج المرتب ده اللي هو ايه؟ اللي هي نقطة فيها إحداث س وإحداث صاد. وما أقدرش أقول إن السين وصاد تساوي صاد وسين. ليه؟ لأن أنا لو فرضت إن أنا بقول النقطة واحد واتنين، يعني السين واحد والصاد اتنين، والنقطة اتنين وواحد، لو جيت أرسمهم النقطتين دول، هاجي هنا عند السين الأول برسم السين الأول. طبعا فين السين؟ هنا الواحد مثلا، لو ده هنا واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة أربعة، وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة. فلو جيت أرسم نقطة واحد واتنين، فهاجي عند السين كده وأطلع إيه؟ لفوق اتنين. فالنقطة واحد واتنين هي اللي بالنقطة باللون الأحمر دي. طب النقطة اتنين وواحد، هنا السين عندي ايه؟ اتنين، فاجي عند الاتنين واطلع لفوق ايه؟ واحدة بس، عند النقطة الأخضر دي. فإذا النقطة اللي عند النقطة اللي هي بالأحمر دي مش هي النقطة الايه؟ اللي بالأخضر. فأكيد إن الواحد والاتنين لا تساوي ايه؟ الاتنين والواحد. يبقى ده أول حاجة من الحاجات ايه؟ الزوج المرتب، إن هو ايه؟ المسقط الأول بتاعه ده اسمه مسقط أول، وده اسمه ايه؟ مسقط ثاني. المسقط الأول بيكون على محور السينات اللي هو ده، والمسقط التاني بيكون على محور الصادات اللي هو ده، اللي هو الرأسي والأفقي. تمام. يبقى النقطة، لو دي سميناها نقطة ألف ودي النقطة ب، فنقطة ألف لا تساوي ب، إلا لو أنا قلت لك إيه الحالة اللي النقطة ألف فيها بتساوي النقطة ب؟ والله الحالة دي إن أنا يبقى عندي مثلا النقطة ألف دي س واحد مثلا قصاد واحد، والنقطة ب س اتنين قصاد اتنين. ففي الحالة دي اقدر اقول امتى ان النقطة ألف بتساوي النقطة ب؟ لو انا طلع معايا ان السين واحد بتساوي السين اتنين، والصاد واحد بتساوي الصاد اتنين. يعني هنا مثلا لو هنا واحد يبقى هنا واحد، لو هنا اتنين يبقى هنا اتنين. هنا في الحالة دي اقدر اقول ان النقطة ألف بتساوي النقطة ب، الاتنين نفس النقطة. تمام. طيب، يبقى الزوج المرتب ايه؟ مش مجموعة، هي نقطة بتعبر لي على ايه؟ عن نقطة. تمام. طيب، يبقى انا لازم احطه ايه؟ في قوس مجموعة، قوس دائري كده، قوس اسفة، زوج مرتب، قوس ايه؟ دائري كده، اللي هو بنسميه قوس مستدير او دائري، حسب يعني ايه الاسم بتاعه، على حسب يعني الاسم اللي مكتوب في الكتاب. طيب، ايه هي المجموعة؟ ده عرفنا الزوج المرتب، ان الايه؟ العناصر هنا ما بتساويش العناصر هنا الا لو السين بتساوي السين والصاد بتساوي الصاد. ما اقدرش اقول النقطة الف بتساوي النقطة ب الا لو السين بتساوي السين والصاد بتساوي الصاد.
تمام. طيب يبقى انا خليني اقول ايه، الزوج المرتب والمجموعة افرق بينهم. طب ايه المجموعة بقى؟ المجموعة هي مجموعة بالعناصر، يعني مجموعة ليها قوس بيبقى كده، ده ايه؟ قوس المجموعة. يبقى فرق بين الزوج المرتب والمجموعة، ده زوج مرتب، وهنا ايه؟ المجموعة. اول حاجة شكلهم، شكل الزوج المرتب بيبقى قوسين كده، وطبعا الفاصلة دي موجودة في كله. تمام. لكن المجموعة بيبقى ايه؟ القوس بتاعها كده، وبرضو ايه، بفصل بين العناصر بايه؟ بفاصلة كده. تمام. ده ايه بالنسبة للشكل، شكل الزوج المرتب وشكل الايه؟ المجموعة. طيب الزوج المرتب قال لي ايه؟ ما فيش الزوج المرتب ما ينفعش ايه؟ ألف وب لا يساوي ب وألف، إلا في حالة إن ألف بتساوي ب وب بتساوي ألف. تمام. طيب لكن هنا ايه؟ المجموعة ايه عناصرها ايه؟ هنا مفيش تكرار في المجموعة، يبقى هنا ايه؟ هنا ممكن اكرر، يعني انا ممكن اقول هنا ايه؟ عندي نقطة اتنين واتنين، لكن ما ينفعش المجموعة اقول المجموعة اتنين واتنين، لا دي مش موجودة. باخد اتنين واحدة، يعني لو عندي مثلا اعداد اتنين وتلاتة واربعة واتنين، فهاخد عناصر المجموعة دي اللي هو اتنين وتلاتة واربعة، يبقى ما فيش فيها ايه؟ تكرار. يبقى المجموعة ما فيهاش تكرار، مفيش تكرار عناصر فيها. لكن الزوج المرتب ممكن يبقى تكرار عادي، نقطة واحد واحد، ونقطة اتنين واتنين، ونقطة تلاتة وتلاتة، مش هتفرق. تمام. الزوج المرتب بكتبه جوه أقواس، والمجموعة بكتبها ايه؟ جوه قوس مجموعة كده. تمام. طيب أنا عندي ممكن ألاقي مجموعة فاضية، قوس كده فاضي، أو بعبر عنها بفاي كده، لكن مستحيل يبقى فيه زوج مرتب ما فيهوش عناصر. يبقى ممكن يبقى عندي ايه؟ مجموعة ما فيهاش عناصر، لكن الزوج المرتب مستحيل. اقول لك الزوج المرتب كده، اه فين النقطة؟ فين السين وفين الصاد؟ يعني احط النقطة فين؟ فما ينفعش يبقى عندي زوج مرتب ايه؟ فاضي. تمام. طيب الجزء ده في الامتحان بيجي لي ازاي؟ لما يجي يسألني في النقطة دي، هيجي يقول لك ايه؟ والله انا عندك النقطة دي تساوي النقطة دي. ممكن اقول لك ايه؟ النقطة ألف واتنين بتساوي النقطة تلاتة وب. عايزة قيمة ألف وب، ولا هقول له اه بما ان النقطة دي بتساوي النقطة دي، معنى كده ان السين هنا بيساوي السين هنا، والصاد هنا بيساوي الصاد هنا، يبقى الألف هتساوي التلاتة، والب هتساوي ايه؟ اتنين. طب يجيبها لي ازاي بقى؟ هيجيبها لي كده مباشرة؟ لا، هيجيبها لي بقى مسائل. يعني ممكن يقول لك ايه؟ والله النقطة اتنين سين وزائد تلاتة وألف، أو واتنين مثلا، بتساوي النقطة خمسة وصاد. عايز قيمة سين وصاد، فتبدأ تحل. تبدأ تحل بقى ايه؟ تساوي السين بالسين وتساوي الصاد بالصاد. حل المعادلات بقى بتاعة تانية إعدادي نفتكرها بقى كده مع بعض واحدة واحدة، والحاجات دي هنلاقيها يعني. يبقى الجزء ده، أول جزء في الدرس ده، معتمد على حل المعادلات اللي احنا كنا خدناها ايه؟ في سنة تانية. لو عايزين مراجعة سريعة على الحاجات بتاعة حل المعادلات بتاعة سنة تانية، عرفونا اديكوا حصة مراجعة سريعة عليه. لو في حد وقع منه حاجة في سنة تانية في الحل المعادلات بالذات، عرفوني ايه ارجع لكم عليها. تمام. طيب مثال، مثال عن الجزء اللي ايه؟ الزوج المرتب ده. لو قلت لك النقطة، عايز قيمة س وصاد، لو النقطة س زائد واحد وصاد تربيع بتساوي النقطة تلاتة وتسعة. مين يحل معايا؟
ماشي يا حودة، يلا. النقطة س آه، تساوي نقطة زائد س واحد. بالنقطة س، نقطة ص بالنقطة ص. اه، لازم تبقى الأول. ماشي، هنساوي السين بالسين والصاد بالصاد. يعني السين زائد واحد بتساوي تساوي تلاتة، 3. والصاد تربيع بتساوي ايه؟ 9. 9. ماشي. واحد يروح بعكس الإشارة. يبقى السين بتساوي تساوي 3 - 1 اللي هي تساوي كام؟ 2. 2. 2. والصاد والصاد هنعمل جذر تربيعي الاتنين. نعمل ايوه، جذر الاتنين. بس التسعة تبقى موجب وسالب 3. موجب وسالب 3. امتى يا شباب اخد ان التسعة دي موجب وسالب 3، وامتى اخد 3 بس؟ قول يا حودة، انت رافع ايدك تقول ولا؟ اه اه. قول. التسعة لما نقول موجب وسالب 3، لما نكون بنجيب مجهول مثلا، اللي هو مثلا لحرف لصاد او كده، فجبنا الجذر التربيعي. لان ممكن ماشي، يبقى موجب وسالب، لان كده كده يعني الجذر بيبقى برافو. سالب. لما اجي اخد الجذر التربيعي للطرفين في المعادلة، ماشي. طب امتى اخد 3 بس؟ امتى تاخد 3 بس؟ مم. لو كان لو كان اسمه ايه، لو كان جذر تكعيبي او بس. لا، مش بس. ما انا ممكن يقول لي ايه الصاد بتساوي جذر التسعة. جذر التسعة هل انا فدي خدت هتبقى جذر الطرفين؟ لا، جبت لا، جذر يبقى التسعة انا بس. هنا ايه؟ موجب على طول. ما حلتش انا الصاد هنا. فهنا هاخد ايه؟ التلاتة على طول، هاخد 3 موجب على طول. او طبعا لو جذر التكعيب مثلا ب27، فهاخد برضو ايه؟ على طول هاخد التلاتة على طول موجب. تمام. طيب يا انس، نعم. النقطة س أس 3 - 5 و8 بتساوي النقطة 3 و3 ص - 7. عايزة قيمة س وصاد. خمسين وصور. دي س تكعيب. ستة كعيب س تكعيب هنساوي 5 و8. أي ستة ناقص خمسة تمانية، هتبقى اتنين سين أس تلاتة هنساويها مع تلاتة. هي س أس 3 - 5، ما دي على بعضها. ناقص تلاتة ناقص خمسة س أس مع 3 - 5 مع التلاتة. ماشي، والمعادلة التانية تبقى ايه؟ تمانية آه، زائد 8 بتساوي، لا ما انا بساوي تمانية طرف. بتساوي ايوه، تلاتة صاد ناقص سبعة. ممتاز. عايزة اجيب قيمة السين وقيمة الصاد. اتنين صاد هتبقى خمسة. ال5 دي بالسالب، نعمل فيها ايه؟ هتبقى اتنين. السين هتبقى 2 صح. السين تكعيب، هعدي 5 دي بعكس الإشارة تبقى 8. هاخد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى السين هتساوي 2. طب والصاد؟ والصاد هتساوي أربعة. هتساوي أربعة. لا مش أربعة. هتساوي تلاتة. خمسة. 5. هقول 3 صاد بتساوي، عدي -7 عكس إشارة 15، يبقى الصاد هقسم على 3 فيها 5. ممتاز. طب يا مريم، لو المايك فيه مشكلة ممكن تكتبي معايا في الشات، ممكن تكتبي لي الإجابة في الشات. المثال ده س تربيع أس 2 و س تربيع أس 2 و2 صاد بيساوي صاد والجذر التكعيبي ل64. أساوي ايه بإيه يا مريم وإيه بإيه؟
او ممكن تشغلي القلم يا مريم اسهل. طب ما يكفي مشكله، شغلي القلم وحلي على البورد. ممتاز. هنا هضطر اجيب صاد الاول عشان السين موجوده بدل الصاد. ممتاز. ممتاز. الصاد هتساوي 2. برافو عليك. ايوه. ممتازة، موجب أو سالب 2. برافو عليك. طيب، يبقى ده ايه؟ أول نوع من الأسئلة اللي بيجي لنا، إن هو يقول لي ايه؟ زوج مرتب يساوي زوج مرتب، هيساوي الايه؟ السين بالسين، الإحداث الأول بالإحداث الأول، والصاد بالصاد، الإحداث التاني بالإحداث التاني. وما تخضش لو طلع معايا الرقم بكسر، ممكن يطلع معايا سين 4/3، 4/5 مثلا، 4/6، عادي جدا. مش لازم يطلع معايا الايه؟ رقم صحيح. طيب، ندخل بقى على حاصل ضرب الديكارتي. اول حاجه، انا عندي نوعين من المجموعات: مجموعه منتهيه ومجموعه غير منتهيه. مجموعه منتهيه يعني مثلا عندها عنصر مثلا الف وب وج مثلا، خلاص عناصرها انا عارفاهم محددين. طب الغير منتهيه اقول لك ايه؟ 2 4 6 8 وهكذا، احط نقط كده واقفلها. دي كده بقت ايه؟ مجموعه غير منتهيه. زي مثلا ايه؟ مثال ايه عن المجموعة اللي غير منتهية؟ لو قلت لك مجموعة الأعداد الطبيعية هتقول لي اه الأعداد الطبيعية اللي هي الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والخمسة، وبعدين تقول لي خلاص زهقت هحط نقط كده وأقول لك ايه؟ أنا ما لا نهاية، مش هتخلص. تمام. طيب زي مجموعة ايه؟ الأعداد النسبية، هتيجي تقول لي ايه؟ اه دي اعداد نسبيه، دي شامله كله بقى، اعداد صحيحه واعداد صحيحه موجبه وصحيحه سالبه وكسور واعداد عشريه وهكذا. تمام. فدي مجموعات ايه؟ غير منتهيه. لكن المجموعه المنتهيه هي اللي ايه؟ اللي ليها ايه؟ عناصر محدده. طيب زي ما قلت لكم في بدايه الحصه، ان الضرب الديكارتي ده انا هضرب مجموعه في مجموعه. يعني لو فرضنا ان انا عندي مجموعه، طبعا شكل المجموعة برمز له برمز كبير. يعني ايه؟ يعني النقطة بكتبها سين صغيرة كده، لكن المجموعة بكتبها سين كده وعاملاها شرطة كده أكبرها، عشان أميز إن دي رمز المجموعة وده رمز الإيه؟ لزوج مرتب أو نقطة. طب لو عندي مثال بيقول لي إن المجموعة الأولى مثلا س دي فيها عناصر محددة ألف وب وج، والصاد مجموعة صاد فيها عناصر آه مثلا ب ود، فعايز أضرب س في صاد. قلنا رقم في رقم هيديني رقم، مجموعة في مجموعة هتديني مجموعة فيها أزواج مرتبة.
أزواج مرتبة دي أعرف عددها ازاي، ولا أعرف هي ازاي، أجيبها ازاي، أعمل ايه؟ تعالوا نشوف واحدة واحدة. طيب بيقول لي طالما الأولاني س والتاني صاد، فأنت هتطلع لك زوج مرتب. الزوج المرتب ده ماله؟ الإحداثي أو المسقط الأول بتاعه والأحداث الأول بتاعه هيكون المجموعة الأولى، عنصر من عناصر المجموعة ايه الأولى، اللي هي عندي هنا في الحالة دي اللي هي س، ألف وب وج. يعني لازم عندي الايه السين يا تبقى ألف يا تبقى ب يا تبقى ج، مينفعش تبقى د. تمام. ممكن تبقى ب طبعا، بس ب بتاعت ايه السين، لان انا عادي ان يبقى في عناصر هنا وعناصر هنا مكررين، مفيش مشكلة. تمام. طيب العنصر او الاحداث التاني هيبقى ايه؟ طبيعي يبقى ايه العنصر التاني بتاع المجموعة التانية، عنصر من عناصر المجموعة الثانية. يعني معنى كده ان السين بتاعتي هتبقى عناصر ايه س، والصاد بتاعتي تبقى عناصر ايه صاد في الزوج المرتب. تمام. طيب هحلها ازاي؟ هناخد واحدة واحدة. العنصر الأولاني في س هو ألف، اخد الألف ده أخليه مرة س والصاد بتاعته ب، ومرة السين والصاد بتاعته ب، الصاد بتاعته د، للأسف. فخليني أقول كده مثلا نكتبها جنبها كده اللي هي ب ود. فوالله الألف دي هترتبط مرة مع الب ومرة مع الدال. طب والب برضو نفس النظام، مرة مع الب ومرة مع الدال. الجيم نفس النظام، مرة مع الب ومرة مع ايه مع الدال. طب تعالوا نشوف. يعني هينتج لي عناصر أزواج مرتبة قصدي. أول زوج الألف هيبقى في السين والصاد بتاعته هتبقى ب. طيب الزوج التاني الألف برضو طالما لسه في عناصر هنا، يعني الألف ده العنصر الأولاني هيرتبط بكل عناصر صاد، والعنصر التاني هيرتبط بكل عناصر صاد، والعنصر التالت هيرتبط بكل عناصر صاد. تمام. فتبقى ألف وب وألف ودال، وبعدين الب يجي دورها ب وب وب ودال. طب الجيم دورها جيم وب وجيم ودال. خلصت كده ايه ضرب السين في الصاد. طلع لي كام زوج مرتب؟ طلع كام زوج مرتب حصل ضرب السين في الصاد؟ افتح المايك وقول. 6. طلع 6. طيب هو الستة دي مش ده ثابت؟ مش انا الخطوات اللي مشيت عليها دي ثابتة معايا في كل ضرب ديكارتي؟ مظبوط. تمام. طيب يعني معنى كده ان الموضوع الازواج المرتبة مرتبط معايا بعدد عناصر المجموعة، صح ولا ايه؟ فاهم. طيب يعني معنى كده ان عدد عناصر السين دي كان هنا 3، وعدد عناصر الصاد هنا كان 2، طلعوا لي 6 عناصر. يبقى انا عملت ايه؟ ضربت الاتنين في بعض. ضربت عدد العناصر في بعضها عشان يطلع لي عدد الازواج المرتبة بتاعت ايه الضرب الديكارتي. تمام. تمام. يبقى معنى كده ان انا لما اقول نون السين، نون دي يعني عدد عناصر، في نون الصاد عدد عناصر برضو الصاد، هيديني نون ايه في السين النون. في صاد. مش صفر. خدوا بالكم هنا ايه، انا بضرب عدد، يعني بقول ده عدد العناصر هنا 3، في عدد العناصر هنا 2، طلعوا لي كام عنصر؟ 6 عناصر. تمام. يبقى عدد العناصر 3، عدد عناصر 2، طلعوا لي 6 عناصر. بس لما الاقي كلمة نون بكتب ارقام عادية من غير اقواس مجموعة ولا ازواج مرتبة. يبقى بس في حالة ان انا الاقي كلمة نون قبل اسم المجموعة بس هكتب ارقام، لكن غير كده انا شغالة في اقواس مجموعة وازواج مرتبة.
يبقى الحالة الوحيدة اللي يجيلي في الاختيارات والاقي رقم كده واختار 6 مثلا، ان انا ايه، الاقي فيه نون هنا، الاقي فيه نون ايه قبل تمام. الايه، قبل اسم المجموعة. تمام. طيب، تمام. انا عايزة امثل ده اسمه ايه، ده الحل الجبري بتاعي. طب عايزة امثل ايه، السين في صاد دي. خلينا نقولها بارقام اسهل شوية. لو عندي مثال هشرح لكم على مثال اسهل شوية. لو عندي مثال بيقول لي ان مجموعة س بتساوي عناصرها 1 و2، وان الصاد عناصرها 3 و4. عايز س في صاد. طبعا دول ايه، عنصرين ودول عنصرين، يبقى انا هيطلع لي كام زوج مرتب؟ العنصرين دول هيطلع لنا 4 أزواج مرتبة. 4 ازواج مرتب. يبقى هقول س في صاد. بغض النظر ان انا هضرب س في صاد او صاد في س هيطلع لي عدد العناصر، لكن العناصر مختلفة لو ضربت صاد في س. هوريها لكم دلوقتي. انا لو جيت قلت س في صاد فهيطلع لي ايه، 4 ازواج مرتبة. ادي زوج، 2، 3، 4. تمام. طيب لو ضربت برضو صاد في س هيطلع لي برضو ايه، 4 ازواج مرتبة. عشان عدد العناصر هيطلع لي ايه، انا بتكلم في عدد عناصر، ما بتكلمش في الازواج المرتبة نفسها. طيب لو هضرب س في صاد يبقى عناصر السين هي اللي في السين، وعناصر الصاد ايه هي في الاحداث التاني اللي هي الصاد. فياخد الواحد مع التلاتة، وبعدين الواحد مع الأربعة. خلصت الواحد ادخل على الاتنين مع التلاتة، الاتنين مع الأربعة. ده ايه، سين في صاد. طب صاد في سين، يبقى عناصر الصاد هي اللي موجودة في الأحداث الأول، وعناصر السين هي اللي موجودة فين، في الأحداث التاني. يبقى التلاتة هتبقى في السين معاها الواحد، والتلاتة معاها الاتنين، وبعدين الأربعة معاها الواحد، وبعدين الأربعة معاها الاتنين. بصوا كده، هل الأزواج المرتبة اللي فوق هي اللي تحت؟ الأزواج المرتبة اللي هي من ناحية إيه؟ يعني هي نفس الأزواج المرتبة، يعني 1 و3 هو 3 و1. لا. واحد. لا، مش نفس. اه اختلفت صح. اه. يعني معنى كده ما اقدرش اقول ان السين في صاد بتساوي صاد في سين. السين في صاد لا تساوي صاد في سين. وهنا فرق لي الضرب الديكارتي عن الضرب العادي. لان الضرب العادي كنت بقول ايه، انا عندي خاصية ابدال، يعني انا قلت 3 في 5 هي 5 في 3. صح. لكن هنا ما اقدرش اقول ان س في صاد هي صاد في س. ليه؟ لان انا بتكلم في ازواج مرتبة، والازواج مرتبة عشان تتساوى لازم يبقى السين هو السين والصاد هو الصاد. تمام. تمام. طيب انا دلوقتي ايه، عندي ايه طريقتين، عندي حاجتين عشان امثل. خلينا هنمثل بس واحد بس، يعني سين في صاد. عشان امثل السين في صاد ده عندي طريقتين. طريقة اسمها المخطط السهمي، وطريقة اسمها المخطط البياني، وساعات بيقولوا عليه المخطط الديكارتي. لغاية الجزء اللي فوق في حد ملخبط في حاجة؟ لا، أنس ومريم في مشكلة معاكم؟ تمام يا لا. حب. في حد كاتب حاجة في الشات، في حاجة مكتوبة في الشات. ثانية. انت عندك درس؟ اه تمام يا مريم، خلاص اوكي. انت عندك درس انت كمان يا محمود دلوقتي؟ واحنا خلاص، انا بس هشرح المخطط السهمي لا، أنا مش ورا. والمخطط البياني. 5 دقايق بس يا مريم وخلاص تمام. طيب، ايه المخطط السهمي ده وايه المخطط البياني؟ المخطط السهمي قال لك خد عناصر السين اللي هي مضروبة في الأول، حطها على اليمين كده جوه مستطيل، وقصادها ايه، أو جوه عمود وقصادها عمود تاني، حط فيه عناصر ايه الصاد. فحط عناصر السين هنا وحط عناصر الصاد هنا. وبعدين فين عناصر السين؟ كانت 1 و2. أحط نقطة هنا ونقطة هنا. طيب، وبعدين عناصر الصاد اللي هي ايه، 3 و4. أحط نقطة قبلها ونقطة قبلها. طيب وبعدين
الواحد زي بس ارتبط مع التلاتة، يبقى الواحد راح بتلاتة بسهم. مخطط سهم يعني في سهم ايه خارج من الواحد رايح لفين؟ للتلاتة. والواحد ارتبط مع الأربعة، يبقى في مخطط برضو في سهم خرج من الواحد راح لفين؟ للأربعة. طيب وهكذا الاتنين، في سهم طلع من الاتنين راح للتلاتة، وبعدين في سهم طلع من الاتنين راح للأربعة. تمام. تمام. بس كده، بس كده هو ده المخطط السهم. بكتب العناصر بتاعتي، بتاعت السين على اليمين وبتاعت الصاد على الشمال، واتأكد ان السهم خارج من الاولاني اللي انا ضربته رايح للتاني. يعني خارج من عناصر السين اللي هي مضروبة في الاول، رايح لعناصر ايه الصاد اللي هي مضروبة في التاني، اللي هي الجزء التاني او العنصر التاني. تمام. طيب ايه تمام. الطريقة المخطط البياني؟ كأني هرسم احداثيات سين وصاد، بس برضو هعمل ايه؟ مستطيل كده ومستطيل كده، مستطيل افقي ومستطيل رأسي. هحط تحت عناصر السين اللي هي المضروبة في الأول، وفوق عناصر الصاد. طب لو كانت صاد في سين هحط الصاد تحت والسين فوق. طيب واكتب العناصر برضو. العناصر بتاعت السين كانت واحد واتنين، طالع منها كده خط وطالع منها كده خط. طيب الصاد كانت ايه؟ تلاتة وأربعة، طالع منها كده خط وطالع منها كده خط. وبعدين عندي ايه؟ ارتبط أول نقطة ايه؟ واحد وتلاتة اهي، واحد وتلاتة. واكتب دي النقطة واحد وتلاتة. وبعدين واحد وأربعة، دي النقطة واحد وأربعة. وبعدين النقطة اتنين وتلاتة، أكتب جنبها اتنين وتلاتة. وبعدين دي النقطة ايه؟ اتنين وأربعة. تمام. ده اسمه ايه؟ تمام. المخطط البياني، وده المخطط تمام السهمي، كده. وده ايه؟ الحل الجبري. لو قال لك هات لي س في صاد من غير ما يقول لك باستخدام مخطط سهمي او مخطط بياني، يبقى عايز اللي فوق ده بس. اوكي. ما طلبش منك مخطط سهمي ولا مخطط بياني وتعملهمش. تمام. يبقى عايز س تمام. في صاد، هحله بقى اقواس مجموعة عادية خالص. قال طلب منك مخطط سهمي، هحله له ساعتها بالمخطط السهمي. طيب في حاجة في شكل تاني للمخطط السهمي، بس ده في حالة ان انا بضرب المجموعة في نفسها. يعني هضرب س بسين. طيب انا لو هضرب مجموعة في نفسها، خلينا اديكم مثال في الوقت، يعني فاضل دقيقتين قبل اللينك ما يفصل، خلينا اديكم مثال عليه. تمام. لو هضرب مجموعة في نفسها، مثلا س وعدد عناصرها اتنين وتلاتة، او يعني عناصرها اتنين وتلاتة، وقال لي عايز س اتنين، دي بسميها س اتنين، مجازا بنقول عليها س تربيع. بس دي س اتنين معناها ايه؟ معناها ان انا هقول س في س. طب انا كطالب اعدادي واثق من نفسي، مش هكتبها، لا هكتبها. انا واثق من نفسي وكل حاجه، بس هكتب دي عناصر س، هضربها في س، يبقى هكتب السين تاني قدامي عشان ما انساش عنصر كده ولا كده. تمام. تمام. طيب دول عنصرين ودول عنصرين، اتنين في اتنين بأربعة، يبقى لازم يطلع لي أربع أزواج مرتبة. قبل ما أبدأ أي حاجة هحط الأربع أزواج قدامي أرسمهم عشان ما انساش حاجة. بعد تمام. كده بقى أبدأ أحل. طيب الاتنين هترتبط بالاتنين، وبعدين الاتنين مع التلاتة، بعدين التلاتة ترتبط مع الاتنين، بعدين التلاتة مع التلاتة. حلتها. طيب ايه المخطط السهمي الخاص بالمجموعة نفسها؟ برسم هنا مستطيل كده، واكتب عناصر المجموعة اللي هي ده نوع مخطط سهمي من المخطط السهمي، بس استخدمه لو هضرب المجموعة في نفسها. عناصر المجموعة دي اللي هي اتنين وتلاتة، اهي نقطة وهي نقطة. الاتنين راحت للاتنين، يعني مشيت كده ورجعت لنفسها تاني، وسميها ده عروة. تمام. تمام. طيب الاتنين راحت للتلاتة، يبقى مشيت بسهم كده عند التلاتة، سهم خارج من الاتنين رايح فين؟ للتلاتة. ثلاثة. وبعدين التلاتة راحت للاتنين، فالتلاتة رجعت تاني سهم من التلاتة للاتنين. وبعدين التلاتة راحت لنفسها فلفت ورجعت لنفسها، بسميها برضو؟ عروة. حر. يعني ايه عروة؟ يعني النقطة مشيت ورجعت لنفسها تاني. تمام.
ده طريقة من مخطط السهم. والله اتلخبطت وحاسة ان الموضوع ده ملخبطك ولا اي حاجة، هرسم اهي السين، وادي السين تاني. طيب. اه، اتنين وتلاتة معاكي يا والله نسمة. تحفة.